كن حسينيا في روحك وجوهرك وأخلاقك. هذه تحتاج إلى بصيرة تخرج الإنسان من النظرة الساذجة البسيطة إلى النظرة العميقة، تفتح القلوب، تجذب الإنسان إلى النظر إلى العمق في الأشياء. أن يكون الإنسان حسيني في جوهره، في واقعه. هذه الحياة التي نعيشها نحن فيها ميدان حرب في داخل كل واحد منا، ميدان حرب، مبادئ وقيم وشهوات وشيطانات. الروايات تسميها جنود العقل وجنود الجهل. كل إنسان في داخله أكو حرب موجودة، مبادئ وقيم تدعوه إلى التضامن مع الحسين صلوات الله عليه، شهوات وشيطانات تدعوه إلى التضامن مع بني أمية. الأساليب تختلف، التسميات تختلف، الواقع هو واحد. هذا كلام الصدق الذي أقوله لكم، مأخوذ من الآيات ومأخوذ من الروايات. هذا الصراع دائم منذ قديم الأيام مع الأنبياء والأولياء. صراع داخلي، النفس ميدان صراع، وبهذا الصراع العالم يحكم. زعيم أكبر دولة في العالم هذا الصراع يعيش به، وأضعف إنسان في المجتمع هذا الصراع يعيش به. إذا غلبت الشيطانات والشهوات تشوف الزعيم هذا يصير أكبر جبار متكبر في الأرض. العالم إذا فهم هذه الحقيقة يحتاج هواية تعديلات في مناهج التعليم وفي القوانين حتى يتربى الناس ويتربون. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله المبادئ والقيم كانت معه لو مع أبي سفيان. نطرح القضية إلى الفطرة، العقل البديهي. من كان يمثل المبادئ ومن كان يمثل الشهوات؟ في عهد أمير المؤمنين من كان يمثل المبادئ ومن كان يمثل الشهوات؟ أمير المؤمنين يمثل المبادئ ومعاوية يمثل الشهوات. في كل عصر هكذا، اليوم هم هكذا، في عاشوراء هم هكذا. شنو تكليف الإنسان في كل عصر؟ أن ينظر في نفسه مع من يكون مع الحسين أو يكون مع أعداء الحسين، يكون مع الرحمن أم يكون مع الشيطان. هاي القضية بصيرية، كل إنسان يحدد مصيره وقيمته الإنسانية بهذه الحقيقة، بهذه المعادلة. في داخل عقل الإنسان وقلب الإنسان هذا الصراع موجود، ما يخلص منه، وفي كل يوم هو هكذا، في كل وقت هكذا.